السلام عليكم. أسماء الأمراض في الثقافة السودانية وفي اللهجة السودانية: عمى كباسة، الدواء اللماصة، الحنكيلو بحكا حلو، كفة شيطان. أمراض دي معناها شنو؟ كلمات معناها شنو نشوفها الليلة يا جماعة. قبال نشوفها برجو إنه الناس يعملوا اكسبلور للفيديو، لأنه المحتوى كله قاعد يمشي للأتراك، ما قاعد يجي للسودانيين، فساعدونا باكسبلور أو بشير. نبدأ بالأمراض اللي هي أول واحد بيتكلم عنه: عمى كباسة، دواء اللماصة. عمى كباسة ده اللي هو التهاب العين أو الملتحمة بتاعت العين. بيصيب الإنسان ونحن بنعالجه باللماصة. واللماصة دي شنو؟ اللماصة دي باقي العجين اللي بتخليه الحاجة ولا الوالدة في الفخار في الخمار بتاعها لتاني يوم تلقاه رسب وفوق فيه مويه. المويه اللي بقت متقطره منه دي بسموها اللماصه. بنقطوا له الشافع في عينه او بيجرحوه هنا 3 جرحات، وبجاي 3 جرحات بيفصلوه، يعني بيتعالج من عمى كباسه دواء اللماصه. وكلمه كباسه معناها زول بيقعد يكابس. تاني من الحاجات اللي عندنا غريبه اللي هي يقول لك الزول ده كفته شيطان، يعني خشم اللوى. وفي الحقيقه ده ما كفت شيطان، ده حاجه اسمها الفيشيا البلصي او التهاب العصب الوجهي او العضله الوجهيه، برضه بتلتهب به. عنده اعراض من ضمنها بتحرك الخشم وبتشيل لنا الخطوط بتاعت الجبين وبتاثر على العين برضه. بالصوره بتاعتها واضحه، ده كفت الشيطان. عندنا تاني من الحاجات الغريبه في السودان الحنكيلو ابحكا حلو. الحنكيلو ده بالمختصر المفيد هو الجرب، حاجه بتسببه حشره صغيره بتعمل بثور على الجسم، ودي الصوره بتاعتها بنسميه الحنكيلو بحكا حلو. عندنا البرجم، والبرجم ده لا يزول بيجي، اللي هو شنو؟ هو الجدري المائي او الجدري الكاذب. وده برضه مرض جلدي بيصيب الانسان، نحن بنعالجه بشنو؟ بالطين. بنلصق له طين وبنسميه الحانكيلو. عندنا اخيرا حاجه اللي هي بوف او دقننداير. البوف او دقننداير، وبرضه في مناطق بيسموه عديلات. فده بالضبط هو المم او التهاب الغده بتاعت الباروتيد جلاند، بيجي للاطفال وبيسببوا فيروس. ودي اسامي الامراض الغريبه اللي عندنا 5 منها، وشكرا لكم.